السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. النهارده الفيديو بتاعنا بسيط جدا، ما فيهوش حاجات يعني تعقد، بس فيه معلومات حلوة كده وقيمة. فتعالوا اقول لكم، لو انتوا عندكم بنطلون عايزين تقصروه وهتظبطوه على بنطلون تاني، فطبعا بتجيبوا البنطلون كده، بتحطوا القمر على القمر والحجر على الحجر وتبداوا تفردوه كده قصادكم، وتجيبوا البنطلون التاني اللي هو هتظبطوه عليه بتحطوه من فوق زي ما باين لكم كده في الفيديو. طبعا هنا اقصر، بصوا قد ايه. فطبعا هنا المسافة يعني مش كبيرة قوي عشان اخليه نفس القصر بتاع البنطلون التاني. فطبعا هنا انا لازما اشوف الاول البنطلون عايز يترفع من، يعني يتظبط من الجناب ولا لا، عشان خاطر لو هيتظبط من الجناب يبقى قبل ما اتني اقص واتني، لازم الاول اظبط وارجع افك الاول التانية بتاعتي. معلش يا جماعه، ديت ان انا اللي هي متنيه اصلا، يعني التانية اللي هي متنيه دي لازم تتفك. بصوا انا هنا سبت المقص لان مش هينفع ان انا افكه، يعني بصوا هنا في زياده كده في الجنب اهي، لازم من الاول تتظبط معايا اهي، تتظبط معايا الاول على المكنه، وبعد كده اروح فكه، وبعد كده اظبط البنطلون، وبعد كده اروح قصه. وكمان هقص نص المقدار التانية بتاعته، يعني مش هتبقى مش هتبقى كبيرة زي ما انتوا كنتوا شايفينها. يعني بصوا انا بفك كده، بفكه ليه؟ عشان هقص نص المقدار التانية، عشان ارجع اتني والبنطلون بتاعي ما يبقاش قصير ولا في اي حاجة. طبعا في ناس بتستسهل تقولك انا ايه اللي هيخليني افك، هقص على طول واتني تانية رفيعة. لا طبعا، البنطلون الجينز التانية رفيعة فيه ما بتبقاش حلوة. وبعدين انا بفك هنا كمان عشان هاخد الخيط الجينز دوت اللي متني بيه البنطلون، هرجع الفه على المكوك بتاعي، الماسوره بتاعتي، واحطه في المكوك واتنيه. بصوا يا جماعه اهو، معلش الفيديو اللي انا قصيت فيه كنت فاكره ان انا بصور، بس طلع الفيديو ما كانش، كان التليفون كان واقف ما كانش بيصور. بصوا هنا ببدا الف الخيط بتاعي اللي انا كان في البنطلون اصلا على الماسوره، وابدا احطه اهي عشان خاطر اخيط بيه، لان الخيط الجينز ده اللهم بارك جميل جدا وبيظهر البنطلون الجينز غير الخيط القطن. الخيط القطن التخانه بتاعته رفيعه جدا، انما الجينز كثيفه كده وبتبان. بصوا بقى هنا، شايفين؟ بصوا انا لو تنيت كده على بعضيها هتبقى تخينه قوي، فلازم باجي هنا عند التانية اللي انا هتنيها فوقيها واروح عامله فرد زي ما باين لكم كده في الفيديو. بصوا اهو، وارجع اروح تانية عشان خاطر ما يبقاش الاوفر بتاع الجنب ده كله في اتجاه واحد، هيفضل يكسر معاكي ابر والمكنه مش هترضى تمشي معاكي، لا اما هتمشي بالعافيه. فبصوا ببدا كده اتني معايا. فهنا كنت غلطت بقى ان لغيت الخيط الجينز لازما انزل اجيبه من الابره من المكوك تحت، عشان خاطر الخيط الجينسي سميك شويه فاللي في الابره مش هتلقط بيه يعني زي ما بتلقط في الخيط التاني عادي. بصوا اهو، ببدا هنا كده اهو اتني معايا، والمكنه اهي اشتغلت معايا الحمد لله. والخيط اللهم بارك جميل جدا، اي نعم بيبقى مرهق اللي بيعمل يعني الفكره دي، بس مش كله بيعملها، لان الصراحه انا عندي اهم حاجه ان انا عيني ترتاح للحاجه قبل ما اخلص. يعني في ناس بيبقى اهم حاجه عندهم ان هم يخلصوا الشغل وخلاص، بس انا اهم حاجه عندي ان عيني تبقى مرتاحه، ان الحاجه تبقى طالعه من تحت المكنه كويسه جدا وتبقى جميله، اكنها زيها زي جايه بره جاهز، ما تلعبش فيها ولا حد عمل فيها حاجه. ببدأ هنا بخلي بالي بقى ان طبعا التانية دي تبقى نفس التانية دي، عشان ما يبقاش في رجل فيها عالي شوية والرجل التانية اقصر شوية، فطويلة شوية، فيبقى شكلها مش قد كده. هنا بقى بتني زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، وبمشي يعني بصوا بعرض الدواس وبمشي شيمة، عشان برضو العرض بتاع الخياطة ما هيبقى المقطار التاني هو بس ممكن العرض الخياطة رايحة جاية بيها هتبقى شكلها مش حلو. لازم تخلي ايدك خط مستقيم عشان الحته تطلع معاكي حلوه. ان شاء الله الفكره بتاعت الفيديو النهارده تكون وصلت لكم وناس كتير تستفاد منها، وتخلي بالكم وانتوا بتقصوا. ويا ريت اللي مش عامل لي متابعه يعمل لي عشان يوصل له كل جديد، وتسيبوا لي تعليق حلو كده وقلب حلو ودعوه حلوه من القلب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.